اخواتي الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه النهارده جايين نتكلم فيها في بعض الاخبار المهمه، بس قبل ما ابدا وزي ما عودتك انزل يا ابني بالانت. نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا حلقه النهارده حلقه جديده شويه، فيها بعض الاخبار المهمه اللي تهمك انت، لكن في الحلقه دي انا هخصص فيها الزملكاوي عشان احنا زملكاويه زي بعض. لو انت اهلاوي ومفيش اخبار مهمه الاهلي فعشان كده ممكن ما تكملش معايا الحلقه، لكن تعالى قبل ما تمشي اقول لك على خبر محزن جدا، وقول اخبار حلقتنا ان نجم منتخب مصر محمد صلاح سيغيب عن المباراه المصريه لمنتخب مصر قدام الراس الاخضر بسبب الاصابه. عانى نجم منتخب مصر من اصابه في مباراه غانا اللي انتهت بالتعادل 2-2. الاصابه كمان هتحرم نجم منتخب مصر نجم ليفربول من المباراه القادمه والمباراه اللي بعدها في حال الصعود ان شاء الله من ماتش الراس الاخضر. لو كده مصر كسبت الماتش الجاي ضمنت الصعود كمركز ثاني، فهيغيب محمد صلاح عن الماتش الجاي بتاع الراس الاخضر، وهيغيب باذن الله عن مباراه دور ال 16. نتمنى الشفاء العاجل نجم ليفربول نجم منتخب مصر ان شاء الله بسيطه وتكمل معانا البطوله باذن الله. نتمنى ان منتخب مصر السنه زي ما قلت لك يقدم اداء كويس فيخلينا نحلم بالتنه اللي غايبه عندنا. بص، غياب نجم الفريق ممكن يبقى ليه حاجتين اتنين، يا الفريق يطلع لقدام يا ينزل تحت، لكن احنا عندنا بعض النجوم اللي تقدر تشيل الفريق. عندنا بعض اللعيبه كويسه زي امام عاشور، زي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، زي زيزو، زي مرموش، زي تريزيجيه، زي مصطفى محمد اللي مبدع في البطوله ديت. فغياب صلاح هيأثر، لكن عندنا وحوش ان شاء الله تنسف الراس الاخضر الماتش الجاي، وانا عندي امل عشان خاطر التمنه وحشتنا كتير. تعال بقى اخدك لاخبار الزمالك رسميا، وده خبر اكملني بقالي فتره بديمش فيديوهات، لكن هرجع لك كل يوم فيديو مهم. الزمالك انهى رسميا مشكله فك القيد، ودي حاجه ما كنتش هتسمعها في عهد مرتضى منصور النهائيه، ولو حصل كان هيطلع يشكر في ابنه وابنه الثاني والناس اللي ساعدت لحد الناس اللي كانت بتلعب في ودنها. بمنتهى الهدوء كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان، كل الناس او كل المنظومه اللي موجوده في مجلس اداره نادي الزمالك ساعدت في حل القيد بدفع المبلغ كاش، ودي حاجه ما كناش هنعملها، مستحيله في عصر مرتضى منصور وتنساها من دماغك خالص. النهارده الزمالك بعد انهاء القيد بيحاول يدور على صفقات مهمه تساعد الفريق. قبل ما يدور على صفقات في المدرب، الزمالك وخدها مني وخدها في سرك انهى التعاقد مع المدير الفني الاجنبي. من المدير الفني الاجنبي في تكتم واضح وصريح، ودي حاجه كويسه من مجلس اداره نادي الزمالك عشان خاطر كل حاجه تتم في السريه. كان كل الاخبار المنتشره عن فك القيد بكره كمان ساعات، بعد بكره، خلال 6 ايام، خلال اسبوع. فجاه الزمالك اعلن رسميا والخطاب وصل النهارده لمجلس اداره نادي الزمالك واتحاد الكوره برفع القيد ويحق النادي الزمالك ابرام صفقات. المدير الفني يا سيدي هو في مدرب، بعض التسريبات بتقول ان مدرب كلوب روج السابق المدير الفني اسمه كارل هوفنكس، ده المدير الفني اللي اتوقعه مديرا فنيا للنادي الزمالك، لكن تاكيدات مش قوي، بس ده المدرب الفني اللي فيه تسريبات ليه. لكن مجلس اداره نادي الزمالك عودنا في الفتره القصيره اللي مسك فيها اداره نادي الزمالك بالسريه التامه، فصعب تعرف ايه اللي بيحصل. لكن في بعض الاخبار سهله لانها معروفه، وانا جاي اقول لك النهارده بعض الاخبار المهمه ان نادي الزمالك انهى اتفاقه لرحيل عمرو السيسي لاعب وسط نادي الزمالك الى نادي سيراميكا كليوباترا. بكام بقى يا سيدي؟ ب 14 مليون جنيه و2 مليون ونص متغيرات. فالزمالك بيشيل هم كبير من نص الملعب اللي ما كانش بيقدم ويتمنى التوفيق في اي نادي عمرو السيسي، مع رحيل محمد عبد الغني اللي كان باقي له 6 شهور وباعه برضه للبنك الاهلي ب 6 مليون جنيه، فحوالي 25 مليون دخلوا خزينه نادي الزمالك. الراجل ده عبقري اقسم بالله في التفاوض. كمان النقطه المهمه ان كل لاعب من اللاعبين سواء عمرو السيسي او محمد عبد الغني مشي وتنازل عن كل مستحقاته المتاخره لدى نادي الزمالك. فالزمالك دلوقتي بالنسبه للعيبه اللي مشيت ما عندوش مليونات. انا اتمنى، وفي اخبار مؤكده بتقول ان رؤى خلاص هيمشي من نادي الزمالك، وده الخبر المفرح بالنسبه لي لان الراجل ما بيقدرش يجيب في نادي الزمالك. رؤى خلاص رسميا بنسبه 90% ان شاء الله في نادي الجونه. كده نص ملعب نادي الزمالك هيفوق خلاص، الزمالك هيبدا يفوق. هتقول لي هيفوق ازاي مفيش نص ملعب؟ معنا جاي لك في السكه يا سيدي. الزمالك راخر بيتم اتفاقه مع اللاعب ويتبقى بس الاتفاق مع النادي. عبد الرحمن شيكا نجم نادي الانتاج الحربي، هتقول لي ده بيلعب في طلائع الجيش، ما انا هقول لك اهو. اللاعب لاعب لنادي الانتاج الحربي ومعار لنادي طلائع الجيش، فالزمالك خلص مع اللاعب وهيتجه للتفاوض مع نادي الانتاج الحربي عشان يحصل على خدمات اللاعب. بالاضافه برضه لبعض الصفقات ان الزمالك كمان عايز يستفسر عن امكانيه التعاقد مع محمد شحاته نجم منتخب الاولمبي وطلائع الجيش، اللاعب اللي اداؤه مميز جدا مع نادي طلائع الجيش. وفي صفقات تانية هقولها لك خدها برضه في سر.
ان الزمالك انهى اتفاقه مع سيراميكا للتعاقد مع محمد شكري الباك الشمال. فالزمالك في موضوع الصفقات بيمشي بخطى ثابته نحو استقرار الفريق، فما حدش من جماهير النادي يستعجل، لان مجلس اداره بصراحه بيمشي خطوات كويسه. انا قلت لك ان انا مع مجلس اداره وانتقدته لما كان متاخر، لكن كل ده خير زي ما بيقولوا فيها خير. فالزمالك ان شاء الله يمشي نحو الطريق الصحيح. الزمالك كمان بيتجه لنادي الجونه اللي هيبيع ليه ان شاء الله. هو عنده لاعب بيلعب اسمه احمد حسام، بيلعب في المنتخب الاولمبي، لاعب اكتر من واحد بيشكو فيه. بص هقولها لك على بلاطه، اللعيبه اللي جايه مش هي اللعيبه اللي هتشيل الفريق، بس هيعتبر تدعيم كويس لنادي الزمالك، لكن لسه صفقات السوبر وانا بقول لك لسه ما جاتش. فاتقل عشان خاطر نادي الزمالك كان مديون ببعض الحاجات وبعض الفلوس، لو قعدنا عمرنا بحاله من غير الناس دي ما كانش هتنحل المشاكل دي. فاهدى الزمالك اعتذر عن كاس الرابطه، النهارده بيلعب او عامل معسكر في الامارات، هيلعب بكره ماتش قدام الوحده الاماراتي الساعه 7 الا ربع، هينزل على قناه ابو ظبي على استاد اعتقد هزاع، مش عارف بصراحه عشان ما افتيش عليك، لكن هقول لك في فيديو تاني. لكن انا بقول لك ان الزمالك زي ما قلت لك ان شاء الله ماشي نحو الطريق الصحيح. في النهايه انا كده وصلت ومش عايز اطول عليك عشان ما تزهقش مني، انا وصلت نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه واول مره تشوفني مش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك يا حبيب اخوك كل جديد. سلام.